دي عربية جي كلاس اتوحلت، ودي عربية لادا نيفا بتتعلم العوم. عايزين تعرفوا القصة كاملة؟ تعالوا نشوف النهاردة 3 تحديات مختلفة، وأول تحدي فيهم تحدي وحلة الطين. هنشوف مستنقع طيني صعب جدا، هنشوف العربيات اللي معانا هتقدر تعدي فيه ولا لأ. أول عربية دخلت معانا اللادا نيفا، والحقيقة إن هي دخلت وخرجت زي القرعة من الضفيرة بمنتهى السلاسة والسهولة. وعشان تعرف ان الموضوع ما كانش صدفة، واحدة تاني برضو لادا نيفا دخلت وخرجت بنفس الطريقة. العربيات طبعا متعدلة ومتركب لها كاوتشات وكل حاجة، بس في الاخر تظل لادا. ونيجي بعد كده للجي كلاس، هنشوف بقى هتقدر تعمل اللي عملته اللادا ولا لا. الحقيقة ان هي دخلت وجت في الاخر خالص وعطلت، وزي ما انتوا شايفين كده الحفرة اللي عملتها العربية وهي بتعدي حفرة كبيرة جدا. بس السواق ما يأس، رجع ودخل تاني، بس برضه جه في الاخر ووقف. الموضوع مش سهل ابدا، محدش يستهون بكمية الطين دي، وخاصة ان ارتفاع الطين كمان عالي والعربية بتغوص لتحت بشكل كبير جدا. المهم بتاع الجي كلاس خدته العزة وقال لك لا لازم اعدي، هو انا مش هعدي من اللاد عدت منه؟ بس الحقيقة ان الموضوع كان شبه ميؤوس منه. وزي ما احنا شايفين كده الجي كلاس بتعمل تمارين الحركة من الثبات، يعني افرك افرك وانت واقف مكانك. انا مش خبير في العربيات الروسي، بس العربيه دي اعتقد اسمها اوز، ولو انا غلطان يا ريت الناس اللي انا شفتهم خبراء في العربيات الروسي عندي على الصفحه يقولوا لنا هي اسمها ايه بالظبط. المهم العربيه حاولت تخش وتخرج زي ما اللادا عملت بالظبط. في اول محاوله فشلت، بس في تاني محاوله نجحت. وهنا نقدر نقول ان العربيات الروسي 2 والعربيات الالماني 0. وده كان حال المرسيدس بعد ما اتوحلت الوحله السوداء اللي هي اتوحلتها دي، ودخلوا عربيه اوز تاني عشان تسحبها. تخيلوا بقى الألماني هيشد روسي، بس القصة كانت صعبة حتى في الشد، ما كانتش سهلة أبدا. وده كان حال المرسيدس بعد محاولات مضنية في إنها تطلع من الوحلة دي، بس القصة كانت صعبة لدرجة إن هم احتاجوا إن هم يحفروا تحت العربية عشان يطلعوها. بتاع الجي كلاس حلف براس جده الكبير اللي أنا معدي، مش طالبة تهزيق هي، وغير مساره من الناحية التانية وفعلا عدى المرة دي. نخش بقى على التحدي التاني، وهو تحدي علمني العوم وحياتك يا أحمد. وأول عربية هتخش معانا هي اللادا نيفا. انا عايز حد يفهمني بقى ايه اللي بيحصل ده. العربيه تقريبا الكاوتشات بتاعتها مش لامسه الارض، ومع ذلك دخلت وخرجت عادي جدا. وعشان نعرف ان الموضوع مش صدفه، العربيه الروسي التانية الاوز دي دخلت وراها، بس المره دي ما عرفتش تطلع. الغريبه في موضوع اللادا مش انها خرجت بس، الغريبه في موضوع اللادا ان هي ما غرقتش ميه من جوه كمان. هنا مثلا العربيه دي احتاجوا ان هم يسحبوها، ما قدرتش تكمل. وعشان نتاكد برضو ان الموضوع مش صدفه، عربيه لادا تاني دخلت. تحس ان العربيات دي متعدله في وكاله الحاج ابراهيم سردينه عشان تقدر تعوم بالشكل ده. العربيات دي كانت هتفيد قوي الفنان نور الشريف وهو بيفيش الهوامش في الملاحات، بس للاسف ما فكرش في الموضوع ده. المهم بعد كده قرروا ان هم يتنقلوا لمكان تاني عشان يخشوا على التحدي اللي بعده. بس هم بيتنقلوا وعدوا على المنطقه دي، برضه منطقه طينيه بس الميه فيها قليله. اللادا خرجت زي الفل، وكان معانا برادو، بس البرادو غرزت واحتاجوا ان هم يسحبوها برضه. مين بقى اللي بيسحب البرادو تخيلوا؟ اكيد اللادا. برضه نعرف هنا ان الموضوع مش صدفه ومش قصه تعديلات. بعد ما العربيات عدت على مغسله الاسطى عبده رغاوي، دخلت على التحدي اللي بعده وهو تحدي التبه. واول عربيه هتخش فيه هي البرادو. ناس كتير بتقول لي هو انت ليه دايما بتجيب البرادو ومش بتجيب اللاند كروزر؟ بس في فيديوهات جايه هتعرفوا ان البرادو في بعض الاوقات رشاقتها اعلى بكتير من اللاند كروزر. اللاند كروزر بتحس انها بطه كبيره كده. المهم ان البرادو دخل اول مره ما نجحش، وتاني مره نجح. يخش بعد منه عربيه لادا تالته غير اللي احنا شفناهم خالص. هنا بقى تفرق اللادا دي عن التانيين ان كاوتشاتها كاوتشات عاديه، مش كاوتشات كبيره زي كاوتشات العربيات التانيه. والحقيقه ان هي نجحت برضه بس من تاني محاوله. المهم دخلنا دلوقتي على تبه مختلفه ورمليه. البرادو بتحاول فيها مره واتنين، بس واضح ان الموضوع صعب عليها. طب هل هتنجح في الاخر او هل هتنجح عربيات تاني؟ هنشوف. المهم دخلت عربيه رانج روفر، ومن اول مره ما قدرتش، بس من تاني مره ومع معافره شويه قدرت تطلع. تخش بعد كده اللادا، برضه من اول مره الموضوع صعب عليها، بس من تاني مره ومع معافره شويه قدرت تطلع. فالبرادو قال لك لا، ما انا مش انا بقى ابن البطه السوداء، لازم اطلع. زي ما احنا شايفين كده العربيه ضخامتها مش مساعداها، مش دايما العربيات الكبيره بتبقى ميزه. وده كان اخر تحدي معانا. فانتم ايه رايكم؟ هل العربيات اللادا دي فعلا قويه، ولا هيتقال كالعاده ان الفيديو ده مفبرك وملعوب فيه؟